هو مفيش حد قادر يوقف السبهلله والعبط اللي بيعمله رويز ولجنه الحكام بصراحه. يعني نزاهه وشفافيه المسابقه بتتضرب في مقتل من تصرفات لجنه الحكام الصراحه يعني. لما تشوف تعيينات الثلاث ماتشات بكره يعني تضرب كف بكف، بغض النظر بقى انت اهلاوي ولا زملكاوي ولا يعني. طبعا مفيش حد بيشجع بيراميدز يعني. لكن الاهلي بماتش بكره هيبقى لاعب 5 ماتشات، منهم ماتشين بحكام اجانب، فيتبقى 3 ماتشات. الثلاث ماتشات اللي لعبهم الاهلي في جوله الحسم، محمود ناجي هيحكم له ماتشين منهم. محمود ناجي يعني بغض النظر انت مبسوط ولا زعلان من محمود ناجي، شايف ضربه جزاء قدام سموحه كانت ضربه جزاء او مش ضربه جزاء، ايه اللي يخليك تجيب حكم يحكم نفسي، يعني يحكم لنفس الفرقه تاني؟ يعني فين يا عم فين القلاوي، فين امين عمر؟ طبعا محمود البنا والغندور ومحمود عاشور حتى على الفار، مش دول اتركنوا على الرف. ويقول لك اصل حماده القلاوي مغضوب عليه لانه ما تصرفش زي الكابتن محمود وفا وحسب ضربه جزاء لمسه يد، ما سمعش كلام رويز، يبقى من مغضوبين عليهم طبعا. ونفس الوضع برضو على ماتش الزمالك بكره برضو قدام سموحه. محمد غازي لسه محكم بيراميدز والزمالك، يعني الزمالك لعب بيراميدز بالغازي، وبعدين لعب الاهلي باجنبي، وبعدين هيلعب الاهلي بالغازي تاني. وبرضه منطق غريب، ده سادس ماتش تقريبا هيحكموا الغازي للزمالك الموسم ده. فين يابا الحكام؟ فين الحكام؟ ما عندكش حكام؟ ابعت هات لنا من اتفاقيه شمال افريقيا دي، هات لنا حكام من تونس، من المغرب، بالجزائر، طالما في اتفاقيه يعني. مفيش حد عاقل في اتحاد الكوره يحاسب لجنه الحكام او يحاسب رويز ده على تصرفاته اللي يعني بتضرب المسابقه في مقتل. والله ربنا يستر على ال3 ماتشات بكره، يعني ربنا يستر تحكيميا، يعني الصراحه حاله من الجدل، ولكنهم فعلا مبسوطين بحاله الجدل التحكيمي اللي دايما بعد الماتشات دي.